وصلت كده لاخر غرزة الحشو المعكوسة بتاعتنا على طول الصف كله. وبعدين قبل ما باجي عند الغرزة الاخيرة طبعا لازم الزق الجزئين بتوع الكفر في بعض. ده الجزء الاولاني اهو. الجزء التاني اللي احنا كنا مخيطينه اشتغلنا فيه الجزء اللي اشتغلنا فيه 3 عمود بلفة، والجزء اللي اشتغلنا فيه 5 عمود بلفة ده اهو، والجزء اللي فيه 3 عمود بلفة اهو. طبعا الجزء اللي فيه 3 عمود بلفة بثبته في الكفر الخلفي والامامي عندي. فانا طبعا اول ما اوصل لاخر غرزة هنا هبدأ ان انا اثبت الجزئين دول في بعض. طبعا عندي اهو الكفر الاولاني اهو، الجزء الاولاني بالشكل ده اهو، وده الجزء التاني اهو. بنحط الجزئين على بعض بالشكل ده كده. الغرزة الاخيرة بنشتغل فيها 3 غرزة حشو. طبعا انا شغالة فيها هنا واحدة، هاجي عند الغرزة التانية من هنا واشوف الغرزة الاولانية في الكفر من هنا مع الغرزة الاولانية هنا، وابدأ ان انا اخد غرزة حشو معكوسة عشان اثبت الكفرين مع بعض. وباجي في الغرزة التانية والغرزة التانية من الكفر عندي من هنا مع الغرزة التانية هنا، وببدأ اسحب الخيط بتاعي اطلع بيه. في عندي غرزتين على الابرة بطلع من الاتنين اللي بعديها، والغرزة التانية اللي وراها على طول بتاعة الكفر بالشكل ده، وببدأ اسحب الخيط بتاعي اخده اطلع بيه اسحبه. في عندي 2 على الابره بطلع من الاتنين. دي منظمه بالشكل ده. فلازم تيجي في الغرزه الاولانيه وتاخدي بالك وانت شغاله ان انت بتيجي في كل غرزه من غرز الحشو اللي في الصف الاولاني وتشتغلي غرزه الحشو المعكوسه بتاعتك اهي. نيجي في الغرزه الثانيه اهي مع الغرزه اللي بعديها هنا في الكفر، ونبدا اننا نسحب الخيط نطلع بيه اطلع من الغرزتين، وهشتغل بنفس الطريقة عشان نثبت كده الجزء الخلفي مع الجزء الامامي. طبعا هنشتغل الصف كله وهنثبت الجزء ده مع الجزء ده، الاتنين مع بعض هيتثبتوا بالشكل ده علشان نثبت الكفرين مع بعض. الجزء الخلفي والجزء الامامي نثبت الكفرين مع بعض. طبعا انا هخلص الصف ده. وصلت هنا لاخر غرزتين، هبدأ بندخل في الغرزة الاولانية واللي وراها على طول، ناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه في 2 على الابرة نطلع من الغرزتين. دي اسمها غرزة الحشو المعكوسة. هنخش في الغرزة الاخيرة مع الغرزة الاخيرة وناخد الخيط نسحبه نطلع من الغرزتين. طبعا احنا واحنا شغالين بالشكل ده انا هنا وصلت لاخر صف، انا كده لحمت الكفرين مع بعض بالشكل ده. تاخدي بالك ان انتي ما تتنيش الشغل كده وتقومي مكمله حشو، لا احنا كده خلصنا الجزء ده اللي فيه 3 اهو. خلصنا الجزء ده بالشكل دون. هنبدا اننا نفرد الجزء ده معانا بعد ما خلصناه، نفرده ملناش دعوه بيه خالص، ونبدا اننا نشتغل باقي الطرف هنا. نبدا اننا نشتغل باقي الطرف اللي فاضل الاخير معانا بتاع الكفر ده، ونلحم الجزء الخلفي اللي هو 5 عمود بلفه ده نلحمه مع الكفر واحنا شغالين. طبعا انا هشتغل غرزه حشو عاديه. طبعا باجي في كل غرزه بدخل في كل غرزه وبشتغل غرزه حشو بالشكل ده كده، وبشتغل عادي خالص لحد ما بوصل للجزء اللي فيه 5 عمود بلفه. وصلت هنا للجزء اللي انا هبدأ ان انا الحمه مع بعضه في الكفر بالشكل ده، وهبدأ ادخل في غرزة الحشو اللي بعديها مع اخر غرزة هنا، وهبدأ ان انا اشتغل غرز حشو معكوسة. طبعا تاخدي بالك تشتغلي كل غرزة في الغرزة اللي وراها على طول من الكفر، وتبدأي تشتغلي غرز حشو مع الغرزة اللي قصادها ونشتغل غرز حشو. الغرزة اللي بعدها مع الغرزة اللي وراها ونشتغل غرز حشو لحد ما نقفل الصف بتاعنا. اخر غرزة معايا دي بنشتغل فيها 3 غرزة حشو علشان الجزء بتاع الطرف ده ما يتنيش معايا
لان الجزء بيكون مربع، فلو اشتغلتيه بغرزة واحدة بس الغرزة بتاعت الطرف بنشتغل فيها 3 غرزة حشو، ونطلع بغرزة سلسلة ونقص الشغل بتاعنا. بالشكل ده. طبعا هنا انا خلصت الجزء بتاع الكفر اهو، الامامي والخلفي بالشكل ده، مسكتهم في بعض. هبدأ ان انا البسهم للمصحف وابدأ بعد كده اشتغل اللسان اللي انا هقفل بيه الكفر، ونشتغل الكعب. بس نلبسه للمصحف الاول. لبست هنا الكفر للمصحف اهو بالشكل ده، بالشكل ده اهو. طيب اللسان انا هعمله بنفس اللون اللي انا طرزت بيه دون، غرزة باف مع وردة الباف اللي هنقفل بيها. هنطلع ب10 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5. خلينا بس نشيل الجراب عشان نشتغل براحتنا. 10 قليلين، خلينا نخليهم 15 11 12 13 14 15. هنطلع بغرزتين حشو، ونبدأ اننا نسيب اول غرزة وندخل في الغرزة التانية ونشتغل غرزة حشو. نسيب الغرزة الاولانية ونيجي في التانية ونشتغل غرزة حشو، ونبدأ نشتغل غرزة، نيجي في الغرزة التالتة ونشتغل غرزة الباف بتاعتنا ب4 عمود بلفة. 1 2 3 4 نص عمود، ونبدأ ونيجي في الغرزة اللي بعديها ونشتغل غرزة حشو. هنشتغل 4 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4، ونطلع من الغرز كلها ونيجي في الغرزة اللي بعدها ونشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعديها ونشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4 عمود بلفة، ونسحب الخيط نطلع من كل الغرز ونيجي في اللي بعدها ونشتغل غرزة حشو. هشتغل الصف كله. وصلت لاخر الصف اهو، اخر غرزتين معايا هشتغل اخر غرزتين معايا غرزة حشو. 1